انا شفت اختك النهارده. شيرين؟ اه. يا لهوي، دي هتزعل زعل لما تعرف ان انا اتجوزت وما قلتلهاش. لا، وخصوصا ان انتوا تعرفوا بعض. انا بحسها بتحبني. ما بتطقكيش. بجد؟ اه والله. لا انت ولا بنت يحيى. حاسه كده ان انتوا مناخيركم في السما من ايام الكليه. بصراحه عندها حق، احنا كنا بننم عليها جامد. اخت بدر اباظه بقى، كل شويه يتجوز مغنيه وممثله ومشاكل. فقلتي بقى اروح اشوف ايه حكايه بدر ده بنفسي. ما كنتش عارفه هيبقى مصيبه قد كده وهقع الوقعه دي. انت بس لو تسيب لي نفسك هعمل لك ميك اوفر. بدر اباظه في ثوبه الجديد، نيو بدر. نيو بدر؟ اه. وماله بقى الاولد بدر؟ ها؟ يا بنت النحاس، عارفه اسم جدك ده معناه ايه؟ ايه؟ ان جدك النحاس ده من مصر عتيقه، وكان بسلامته بيقف في الدكان على الصينيه النحاس لا وهات لغايه لما تلمع. انتوا بس العرق اللبناني اللي فرق معاك. لا طبعا، ده كان نحاس باشا كبير، فنان مهم بيشتغل بالنحاس والذهب. هم قالوا لك كده؟ اه. ماشي. قصدك ايه؟ يا ستي، لو ده اللي هيحسسهم ان هم بشوات ولاد بشوات خليهم يتبسطوا. لا والله انا بتكلم بجد. ماشي. قولي لي بقى، نيو بدر ده شكله عامل ازاي؟ اوكي، نيو بدر انفستر كبير في البرايفت سيكتور، عنده لاب تطوير مشاريع تك وافكار لانتربرينورز في مصر والمينا ريجن كمان، وبدل الجمعيه الخيريه لا، مؤسسه للتنميه ومعاها مؤسسه ثقافيه وبتعمل كومبيتيشنز ومشاريع فنيه كمان وجوائز. انا عايزه اسمك يتحط جنب كل الناس اللي لازم اسمك يتحط جنبهم. طب والشويتين دول هيفرقوا معايا في ايه يا فريده؟ هيقولوا عليا باشا ابن باشا؟ لا طبعا، هيفضلوا فاكرين كويس قوي بدر ابن اباظه بتاع شبرا. بص يا فريده، انا الكلام ده كله تحت رجلي، ما بيهمنيش مين قال عليا ايه.